بمناسبة ثانوية العيادة النهارده عاملين مسابقة بين تيم السكرتارية اللي على الشمال أستاذة نورهان، أستاذة رنا، أستاذة مريم، أستاذة أماني، وبين تيم الأسيستنت على اليمين الأستاذة يمنى، أستاذة إنجي، أستاذة شهد، أستاذة نور. يا جماعة اللي هيدوس على الجرس الأول هو اللي هيجاوب. أسئلة سرعة. أهم حاجة في شروط المسابقة إيديكم كلكم بره الترابيزة، مش عايز حد إيديه جوه الترابيزة خالص. هتمسك المايك وتجاوب بعد ما تدوس على الجرس. ماشي؟ يلا نبدأ أول سؤال. عندنا كام ضرس عقل فوق البني آدم؟ 4. شهد اللي ماشي. كام يا شهد؟ 4. ماشي كده شهد 1، تيم الاسيستنت 1-0. يلا يا بنات السؤال اللي بعده، ايدكم كلها بره الترابيزه. السؤال اللي بعده، ايه هو الفلورايد؟ استاذه مريم. ده بيعملوه ايه عشان يمنع؟ انت بتدوسي وخلاص، انت مش عارفه الاجابه؟ خلاص غلط. حد يلا يلا يا يمنى. بيحافظ على السنان. ماشي صح كده. حطي المايك يلا. هو بيتحط على السن عشان يحفظها، بيحافظ على السنان. ماشي بيحافظ ماده بنحطها على السن عشان نحافظ على السنان. كده 2-0 للتيم الاسيستنت. السؤال اللي بعده، ايه الفرق بين الفينير والطربوش؟ استاذه نورهان. استاذه نورهان امسكي المايك وجاوبي. مش عارفه. ستوب خلاص. يلا يمنى يلا تيم الاسيستنت. الفينير بتبقى طبقه من بره، بتبقى تجميليه، والطربوش برضو بيبقى تجميلي بس هو بيتركب على السن. جدعه صح. الفينير طبقه من بره والطربوش بيغطي السنه كلها. 3-0 لتيم الاسيستنت. السؤال اللي بعده، ايه الجهاز اللي لو خلعت لا كده ما خلصتش السؤال. لما اخلص السؤال تجاوبوا. اخلص السؤال الاول، ايديكم كلكم بره الترابيزه. لو خلعت سن لبنيه، ايه الجهاز اللي بنركبه؟ مريم. حافظ مسافه. اخيرا جاوبوا. 3-1 كده لتيم الاسيستنت. السؤال اللي بعده، ايديكم كلكم بره الترابيزه. ايديكم كلكم. ايه هي عدد الاسنان؟ غلط. انا ما جاوبتش السؤال كله. ايديكم بره الترابيزه. ما خلصتش اصلا. جاوبي كده. جاوبي. غلط. يبقى الاجابه غلط. يبقى بقى 2-1 عشان ما تجاوبيش غير لما اخلص السؤال. السؤال يلا هساله، ايدك بره الترابيزه. ايه هي عدد الاسنان والضروس الدائمين؟ شهد اهي. رنا ماشي. رنا 32 صح. كده 2-2. يلا ركزوا. السؤال اللي بعده لو عندنا ضرس عقل مدفون بنعمل له ايه؟ انشي. خلع جراحي صح. 3-2 للاسيستنت. خلع جراحي. السؤال اللي بعده ايوه صح خلع جراحي. ماشي. السؤال اللي بعده، يعني ايه عضه مفتوحه؟ رنا. الاسنان السفليه اعلى من الاسنان لا غلط. الاجابه غلط. دي العضه المعكوسه. حد يرن كاس تاني. يلا يا شهد. يلا يا شهد. امسكي المايك. الاسنان اللي قدام بتبقى مفتوحه بتبقى مفتوحه مش مقفوله. ماشي. الاسنان اللي قدام بيبقى في فرق ما بينها وبين بعضها، ما بتكونش قافله على بعض صح. يبقى كده 4-2 لتيم الاسيستنت. السؤال اللي بعده، انواع الهوليود سمايل. قولي يا رنا. مايك. ثابته ومتحركه. ماشي. هوليود سمايل الثابته وهوليود سمايل المتحركه. كده 4-3. السؤال اللي بعده، التقويم بيبدا في سن كام؟ التقويم بيبدا في سن 10 سنين. غلط. قبل كده كمان. قولي يا رنا. من 6 سنين. من 6-7 سنين. ماشي صح. ايوه بنبتدي نبدل سناننا. كلام منطقي صح. 4-4. يلا السؤال اللي بعده، ايه الفرق ما بين الزراعه والتركيبه الكوبري؟ قول يا نور. الزراعة بنعمل لها زي زراعة في العظم، والكوبري ده بتبقى تركيبة كاملة. بنوقفه على ايه يعني؟ على ضروس. على صح. ضروسين. الزراعه الطربوش بيقف على زرعه، الكوبري الطربوش بيقف او الكوبري بيقف، التركيبه بتقف على السنان اللي جنبه صح. كده كام؟ 5-4 لتيم الاسيستنت. السؤال اللي بعد كده، ليه لازم نروح نزور دكتور الاسنان كل 6 شهور؟ قول يا نور. مايك. علشان لو في أي مشكلة نحاول نلحقها وبنعمل تنظيف جير ولو في أي تسوس نلحقه بدري صح. إجابة صح. كده 6-4
لتيم الاسيستنت. السؤال اللي بعده، ينفع اكل على السناب اون؟ شهد، لا ما ينفعش ناكل عليها عشان امسكي المايك يا شهد. ما ينفعش ناكل عليها عشان هتتكسر. صح، ما ينفعش ناكل عليها عشان تكسر. كده 7-4 لتيم الاسيستنت، وواضح ان تيم السكرتارية متألقين النهارده. يلا يا جماعه نكمل السؤال اللي بعده. يعني ايه يعني ايه ديب بايت؟ لو عارفه الاجابه يا رنا، مش عارفه يعني ايه ديب بايت يا رنا؟ العضة القوية. العضة القوية؟ ماشي، يعني هنا بنغش، بس هنسمح بنوع من انواع الغش، ان السنان اللي فوق تبقى قافلة جامد على السنان اللي تحت. اجابة صح، يبقى كده 7-5. السؤال اللي بعده، ايه الفرق بين التنظيف والتلميع؟ غلط، انا ما خلصتش السؤال، ما خلصتش السؤال. ايديكم كلكم بره الترابيزة، ايديكم كلكم بره الترابيزة، ايديكي بره الترابيزة يا مريم. ايه الفرق بين التنظيف غلط، ما خلصتش تاني، اللي هتجاوب غلط همينصها. ايه الفرق؟ لا ما خلصتش لسه، ما تجاوب السؤال لسه، ما خلصتوش اصلا. انت عارفه السؤال من قبل ما اجاوبه اصلا. لا ايديكم ورا الترابيزه. ايه الفرق بين التنظيف والتلميع؟ ما خلصتش. ماينس كده 6-5، عشان انا اللي هيجاوب هيلمس تاني من غير ما اخلص السؤال همينصه. يلا ايديكم ورا الترابيزه. ايه الفرق بين التنظيف والتلميع والتبييض؟ انجي. ايوه يلا. التنظيف بننظف الجير ما بين الاسنان. ماشي. التلميع بنلمع الاسنان من تشيل التصبغات اللي بره. تمام. التصبغات اللي شايل القهوه. تمام. ايه تاني؟ التبييض بنفتح درجه الاسنان. جدع، يبقى كده 7-5 تاني. التيم ده رهيب. ما انت كنت بتغش السؤال اللي فات وانت هتمثلي. كده النتيجه 7-5. كده النتيجه 7-5 لتيم الاسيستنت. السؤال اللي بعده، لو انا عندي التهابات في اللثه، انهي نوع فرشه سنان استخدمها؟ قولي يا انجي. انهي نوع فرشه سنان؟ عشان تبقى بتدوسي على الجرس من غير ما تعرفي الاجابه اصلا. سوفت. ايوه فرشه سنان سوفت، نعم صح، الاجابه صح. كده 8-5. السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده يلا. يعني ايه طربوش؟ قولي يا رنا. المايك. تبقى تركيبة ثابتة بتتحط على الضرس عشان تحميه. صح. كده 8-6. غطا بنلبسه للضرس عشان نحمي الضرس من الكسر. ماشي. السؤال اللي بعده، الصح بنغسل كم اسناننا كم مره في اليوم؟ رنا. 3 مرات في اليوم او مرتين، مرة الصبح مرة بالليل. مرتين، ماشي. يبقى 8-8. المسابقه ولعت يا بنات. يلا يا تيم الاسيستنت تنام ولا ايه؟ شاهد خش معاهم يا شاهد، مش كده، ما تتضايقش قوي كده. يلا اللي بعده. السؤال اللي بعده، يعني ايه امالجم؟ ايوه، الحشوه اللي هي البلاتينيه. الحشو البلاتيني. كده 9-8 لتيم الاسيستنت. السؤال اللي جاي لو تيم الاسيستنت جاوبوه هيكسبوا، لان المسابقه من 10. لا احنا ما اتفقناش. لا المسابقه من 10. يلا بسرعه. السؤال اللي بعده، بص طب ما انت عامله كده. بس انا مش عامله كده، انا عامله كده. السؤال اللي بعده يلا. أني أفضل، فرشة الأسنان العادية ولا فرشة الأسنان الكهرباء؟ جاوب يا إنجي ما شاء الله حاطة إيديها على الجرس على طول. مش كده يعني يا إنجي، سيبي حاجة لغيرك يا ماما. يلا. العاديه. غلط، فرشة أسنان الكهرباء. كده 9-9. كده 9-9. اللي هيجاوب السؤال ده اللي هيكسب. ما هو عشان يبقى أخصمها منك، ما كده يعني خصمت منك نقطة. لا جاوبت غلط. خلاص. السؤال الأخير، إيه نوع المشبك اللي بيركب في التركيبة المتحركة العادية؟ مشبك إيه؟ رنا اللي جاوبت الاول، ثانيه واحده، رنا اللي داست. قولي يا رنا. بيبقى مشبك معدن صح. كده تيم السكرتارية اللي فازوا. يا جماعه كده بعد ما رجعنا للفار لقينا ان يمنى هي اللي داست على الجرس الاول، فكده 9-9. والسؤال الفيصل تاني، كله ايده بره الترابيزه. يلا السؤال الفيصل، امتى الطفل بيبدا يبدل سنان؟ انجي امسكي المايك يا انجي وقولي عند كام سنه، ما تغشيش. 6 سنين صح. كده تيم الاسيستنت هم اللي فازوا النهارده معانا. بس مبروك لتيم الاسيستنت.